وأكمل من الفضل. ولا أعلم شعبا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على أهل اليمن، ولا أعلم بقعة أثني عليها كما أثني على اليمن إلا بلاد الشام، فإنها أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطرا وجميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده ثناء، يثبت رقة القلوب ولين الأفئدة، وهي صفة مهمة جليلة في العبد، إن وجدت فيه فهي قد وجدت لتؤدي إلى خير كبير وعظيم. والإيمان يمان والحكمة يمانية، وهذا أيضا ثناء جليل وعظيم. والله تعالى ذكر تلك البلاد في كتابه فقال: بلدة طيبة ورب غفور. فالبلدة وصفت بأنها طيبة، وهذا أيضا ثناء على البلدة. فإذا أهل اليمن قد أثني على بلادهم وأثني عليهم ثناء خاصا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.